في زمان الأساطير هنشوف أسطورة البنت ذات العيون الزرقاء. بيظهر محارب شجاع ينقذ الناس من الظلم والمجاعة الموجودين. خليك معانا وشوف الأسطورة. كانت الناس عايشة فوق الجبال وكانوا بيستنوا من السنة للسنة لما تيجي أفيال المانيك وهي مهاجرة ويصطادوا منها فيل كبير ياكلوا منه طول السنة. وهنا بتشوف العرافة بتاع القبيلة دي البنت الصغيرة دي اللي عيونها زرق وبتقول لهم إن الدمار جاي قريب وهيكون الصيد في السنة ديت هو الصيد الأخير للقبيلة كلها، ولكن ما تخافوش لأنه في الوقت ده هيظهر المحارب اللي هو هيقدر يستاد المانيك لوحده وهو هيكون السبب في ظهور عصر جديد بدون مجاعة، والبطل ده هتكون البنت دي من نصيبه هو اللي هيتجوزها. والفترة دي كان في مجاعة فعلا في القبيلة، فقرر والد الطفل ده ان هو يروح للصيد عشان ينقذ اهل قبيلته ويدور على مكان يعيشوا فيه، وكان هو حامل السهم الابيض. وهنا صاحبه بيقول له انا هربي ابنك وكأنه ابن بالظبط، فقال له بلاش تقول لحد عن سبب خروجي لحد ما ارجع. وهنا الاطفال بيتعلموا الصيد وديليه بيقول للكارين يلا نلعب سوا، قال له لا انت ابوك ساب القبيلة وهرب زي الجبان. وصل الزعيم تكتك وسلكهم من بعض وقال لهم اوعوا تقولوا له كده تاني. وقعد ديليه مع البنت الصغيرة ذات العيون الزرق وسألها ايه اللي حصل مع قريتك، قالت له جم الشياطين ذوات الاربع وقتلت شعبي كله. والعيال كده شكلهم حبوا بعض يا جماعة من صغرهم، ديليه وايفوليت، وكبروا لحد ما وصلنا للميعاد بتاع اخر صيد اللي هو هيغير حياتهم كلها. والشاب اللي هيقتل المانيك هياخد السهم الابيض ويتجوز ايفوليت. ووصلت افيال المانيك الضخمة يا جماعة، والزعيم تكتك جهز الشباب للصيد وقال لهم اللي هيقدر يقتل المانيك هيبقى هو الافضل فيكم وهياخد السهم الابيض. اتسحبوا زي النمل تحت الفيل وحد التكتك الفيل اللي عليه العين وعمل حركات كده وعمل اشارة للشباب وقاموا كلهم يجروا ورا الفيلة، وديليه سبقهم كلهم، حتى تكتك بينادي عليه وبيقول له خليك ورانا، وفعلا وقع ديليه وهم اللي سبقوه. ودخلوا الفيلة من مكان كانوا عاملين فيه فخ، وبالفعل وقع فيل في الشبك. قدر الفيل ان هو يقطع الحبل وكلهم حدفوا نفسهم على الشبكة، ولكنهم وقعوا من عليها واحد ورا التاني. وفضل ديليه بس كانت رجله متعلقة او كان دراعه متعلق غصب عنه، وطلع الفيل فوق والشبكة وقع. وجاي الفيل على ديليه يا جماعة، حدفه برمح وراح مصدر الرمح التاني في الحجر والفيل خده في صدره وقع عليه. وصل زمايله وطلعوا ديليه من تحت الفيل، والواد ده بيقول هو اللي قتله لوحده، محدش قدر يعمل كده قبل كده ابدا. وجات العرافة وادته السهم الابيض ووعدته بجواز البنت ايفلت. وبالليل وهم بيحتفلوا دخل ديليه لتكتك وقال له انا لست شجاع ولم اقتل الفيل لوحدي، بس انا بحب ايفلت يا معلم ومش عاوز استغنى عنها. تكتك بيقول له بس برضه ما ينفعش تاخد السهم بالخداع. وهنا بيقول لها انا رجعت السهم الابيض لتكتك ليه؟ لان ايدي اتعلقت بالشبكه غصب عني، ولما حدفته بالسهم ما جاش فيه اصلا، والفيل هو اللي وقع على السهم، يعني انا ما حاربتش زي اجدادي. وفي نفس الليله وصل مجموعه محاربين اشرار اللي هم ذوات الاربع دول، وهاجموا عليهم يا جماعة على القبيلة كلها، قتلوا فيهم وأسروا الباقي وخدوا الأكل كله كمان. وهنا بيوصل تكتك وديليه للمكان، وتكتك بيقول له مش هنقدر نعمل حاجة اصبر. وبالفعل تاني يوم قرروا ان هم يروحوا وراهم من خلال الجبال عشان ينقذوهم، واتحركوا. والواد الصغير اللي اسمه باكو ده شاف حاجة من حاجات ايفلت واداها ليهم، وفضلوا ماشيين فوق جبال التلج شوية ايام. الواد بتاع العصابة ده عرف ان ايفليت بتسيب اثر وراها، قام الغبي الكبير ده قعد يضربها على ايديها عشان ترمي الحاجات اللي فيها. جه تكتك واللي معاه وشافوا العقد كله. وصلت العصابة للمكان في الغابة، ولكن كان فيه شيء مش عارفينه عمال يموت فيه. وهنا برضه وصل ديليه وزمايله وشافوهم وقعدوا يراقبوهم من بعيد. والصبح بقى صاحبنا ده كان عاوز يتحرش بالبنت، ولكن ديليه ضربه على دماغ امه وفكها. ولكن باقي الجنود حسوا ان في شيء غريب، وراح كبيرهم ضارب الاعور ده وقعدوا بقى يدوروا عليه. وكان الباقي بيحاولوا يحلوا باقي اهلهم، ولكن العصابة شافوهم وجريوا وراهم ودخلوا الغابة تاني. وكانت في الغابة طيور كبيرة عمالة تقتل فيهم. والواد الصغير يا عيني طلع فوق الشجرة والطائر وراه، وديليه وقفل دخلوا جوه شجرة والطائر برضه وراه.
سابها ديليه وقال لها خليكي هنا لحد ما ارجع اوعي تتحركي، وراح ضرب الطيور من بعيد عشان يبعدهم عن ايفلت، وقدر يهرب منهم جوه البوص وعمل سهم منه وقتل اخر واحد. ولكن العصابة قدرت ان هي تاخد ايفلت والواد الصغير اللي اسمه باكو. خدوهم الجنود ومشوا، ورجع ديليه لتكتك ولقاه متصاب جامد. قام شايله ديليه على خشبة وجره معاه لحد بالليل وسابه عشان يروح يصطاد حاجة ياكلوها، ولكنه وقع في مكان كان كله أفخاخ ما صحهوش غير المطر، وحاول ان هو يطلع ولكن لقى النمر ده ذوي الأنياب الطويلة كان واقع هو كمان ومش عارف يفك نفسه. فكر ديليه يموته ولكن صعب عليه وقرر ان هو ينقذه، بس قال له والنبي لما انقذك اوعى تاكلني، وانقذه بالفعل والفهد سابه ومشي. راح لتيك توك ومشوا سوا وشافوا قرية راحوا عليها لقوا أكل فيها قعدوا ياكلوا هما الاتنين. وهنا بيوصل أهل القرية دي وكانوا عاوزين يضربوهم، ولكن الفهد وصل وديليه بيكلمه ويقول له لازم تفتكرني أنا أنقذت حياتك امبارح. قام الفهد واخد وضعية الدفاع عن ديليه وكأنه بيقول لهم ده تبعي اوعى حد يهوب منه. أهل القبيلة دي هما كمان كان عندهم نبوة إن في شاب بيقدر يتكلم مع الفهد اللي هو ذوي الأنياب دي هيكون ليه شأن كبير ولازم نساعده عشان هو اللي هيحرر شعوبنا كلها من الظلم اللي موجود. وسألوا ديليه انت ازاي عارف لغتنا؟ قال له زمان مر علينا صياد شجاع كان بيدور على ارض جديدة وعلمنا اللغة بتاعته، وعلى فكرة انت شبهه جدا. ديليه قال له وحصل له ايه؟ قال له اكيد راح عند جبل الالهة، ولكن يا ابني اللي بيروح هناك مش بيرجع، بس النبوءة اللي عندنا بتقول انك انت اللي هتاخدنا لهناك. ووراه صورة محفورة على الحجر فعلا للشاب وهو بيكلم الفهد ده، وبدأوا بإشعال النيران عشان يعرفوا بقية القبائل التانية إن وقت الحرب جه، وإن الشاب المحارب بتاع النبوءة ده وصل، وإن هو خلاص هيقودهم لجبل الآلهة ده ويحرر أهاليهم اللي هناك. وهنا بنشوف قعدة صفا ما بينهم، وتكتك بيقول له على فكرة أبوك مهربش ولكنه هاجر يدور على طعام أو مكان عشان ينقذ شعبه. فقال له ديليه وإزاي سبتني طول السنين اللي فاتت ديت وأنا مفكر إن هو جبان وهرب؟ قال له هو اللي كان عاوز كده، ده طلبه، وإنت شكل أبوك شجاع ولكن ليك مصير كبير جدا. المهم تاني يوم الكل مستعد للحرب، والقبائل التانية بعتت مرسال ان هم مستعدين ومعاهم، ووصلت القبائل بالفعل ومشيوا وعددهم كان بيزيد شوية شوية. وشافوا الجنود وهم مهربين اهل القرى اللي خطفوها في القوارب، وزعيم القرية ده كان بينادي على ابن المخطوف من بعيد. وهنا قاعدين كلهم يتشاوروا هيروحوا للمكان الكبير ده ازاي، والطرق كلها رمال متحركة يعني ممكن يموتوا فيها، ومفيش طرق مختصرة غير طريق واحد اسمه راس التعبان احنا نسمع عنه ولكن ما نعرفوش، فيه لغز عنه في النجوم والشمس بس احنا ما نعرفوش. ومشيوا في الصحراء لمدة ايام كتيرة وتعبوا من المشي ومش عارفين يوصلوا لراس التعبان ده. والمعفن ده بيقول لها ما تفكرش فيهم، محدش هيقدر يعدي بحر الرمال اصلا كلهم هيموتوا. وقعد ديليه بالليل يفكر لحد ما وصل لحل اللغز بتاع النجم ده في السماء، وراح لتكتك قال له قول لهم انا عرفت الطريق لعين التعبان، ومشي وراه وبالفعل وصلوا يا شباب لجبال الآلهة وراس التعبان. وبنشوف هنا ان هو مكان كبير جدا بيبنوا فيه اهرامات وفيه ملايين من العبيد. وهنا بيوصل الحاكم وكل الناس لازم تركع. قام الحاكم قايل له الشغل بطيء جدا لازم تضحوا بحد عشان الباقي يشتغل. قاموا واخدين واحد من قبيلة البطل بتاعنا ورموه من فوق ومات. وهنا تكتك بيقول له العبيد كتير جدا ولازم نعرف هل هم هيحاربوا معانا ولا لا. والمعفن ده اشترى ايفوليت من قائد الجنود في الجبل، والاعور متغاظ جدا وكان عاوزها لنفسه. المهم بالليل اتسحب ديليه وزعيم القبيلة التانية دي ودخلوا جوه، وقابل ديليه جماعته وقال لهم انا عاوزكم تقفوا معايا. واتكلموا مع الناس التانية وطلعوا عراف تبعهم من تحت الارض، والراجل بيقول له ان حاكم الجبل ده عنده نقطة ضعف لازم تعرفوها وتخلصوا منه. وشاف ديليه في ايده الاسورة دي، سألوا عليها قال له اخدتها من الراجل اللي انقذ حياتي. طب هو فين؟ قال له مات. انت بتسأل ليه؟ قال له اصل هو ابويا. ووصلت الجنود ولكنهم هربوا، جريوا وجري بعض الجنود وراه، وهنا وقف ليهم تكتك يحاربهم، ولكن واحد ضربه من ورا
وصل ديليه وراح تكتك مديله السهم الابيض وقال له خليك شجاع زي ابوك، ومات واتدفن بعد صلاة العصر. وهنا بقى صاحبنا المعفن ده سرح شعره بقى وعاوز البنت، وقبل ما تموته وصلت الجنود وقالوا له ازاي بتاخد خادمة الآلهة، وأتاري التاني المعفن ده هو اللي خبص عليه، وهم بياخدوا منها السكينة شافوا ايدها وقالوا هذه هي العلامة، وخدوها بسرعة لفوق. ووصل كبير العرافين بتوع آلهة الجبل دول وشاف الجروح اللي على ايديها وتاريها عاملة رسمة نجوم معينة في السماء. راح جري على الحاكم وقال له يا لهوي يا باشا لقينا علامة الصياد، والعلامة دي يا جماعة يعني نهاية حكم الهرم. يعني هم خايفين ان البنت دي ظهرت، يعني كده هم هينتهوا. صاحبنا ديليه حزن جدا على تكتك وقرا له الفاتحة وقام يحمس في الناس عشان الحرب. لو حد فيكم عره يمشي، طب لو حد فيكم بلغة وابن بلغة يمشي، الجدع ابن الجدع يعمل لايك واشتراك ويلا نخش الحرب. ودخلوا وسط العبيد يجهزوا المكان للحرب. فوق الجسر بيفكوا الحبال من الفيلة، والراجل ده نازل ضرب في قائد القبيلة ده، وديليه يعني وكأنه بيقول له بس معلش والنبي اصبر بس ما تعملش حاجة دلوقتي. وأول ما خلصوا راح المعلم واخد فرصته قام حتفه من فوق. الجنود طلع على الجسر وديليه عمال يحر في الفيلة عشان تجري، وبالفعل نزلت الفيلة جارية وخدت في وشها كل الجنود اللي كانوا على الجسر. وباقي العبيد بدأوا يضربوا والثورة اشتغلت يا معلم. طلع ديليه السهم الأبيض والعبيد وقعوا قمة الهرم الذهبية وراحوا كلهم على الهرم. لقوهم هنا ماسكين ايفلت، والحاكم طالع ضربوا الصفارة وبرضه معظم العبيد ركعوا، ولكن ديليه والجيوش بتاعته واقفين زي ما هم في وشهم. هنا الحاكم فكر يعمل اتفاق مع ديليه، قال الصياد اللي جاي ورا البنت دي ياخدها ويمشي واحنا مش هنعمل له حاجه. قال له موافق ولكن هاخد كل قبيلتي كمان معايا. قال له خدهم. طيب ايه اللي هيحصل للناس التانية دي؟ قال له دول عبيد عند الآلهة وهيفضلوا هنا للأبد. قال له ده بعينك هذا لن يحدث، وقام ضارب بالرمح ومات المعلم الكبير اللي هم بيعتبروه الآلهة بتاعتهم، وقال له يا جماعة إنه ليس إله، وقام العجن فيهم تاني يا جماعة. والغبي ده برضه خطف ايفلت، والاب انقذ ابنه والناس دخلت الهرم من جوه. ايفلت برضه جدع راحت ضربها بالخنجر، ولكن هو خاين ابن خاينه، وهي رايحه على ديليه قام ضاربها بالسهم. وهنا العرافه بتاعتهم في القريه بتنزف وكأن روحها مربوطه بايفلت. ديليه راح للكلب ده وراح مخلص عليه، والناس في الثوره حرقت الهرم. طيب ليه كده يعني؟ ايفلت بتموت يا جدعان. احيه ده ماتت. سابها واتحرك وهو حزين جدا مش متخيل ان هو يرجع من غيرها. ولكن في حتة بقى كده يا جماعة، اسطورة الفتاة ذات العيون الزرقاء وقف الفيل ده وكأنه وصل روح العرافة بدل روح ايفلت، وصحيت يا معلم ايفلت، ورجعت كل الناس لديارها وشعوبها سالمين غانمين، وخدوا البذور من بعض، وديليه اتجوز ايفلت وخلصت الحكاية وسلام. متنسناش بلايك واشتراك.